احنا قادمة من إسبانيا. الباخرة محملة به أكثر من 12,000 رأس. هذه 12,000 إن شاء الله قمنا بالتفتيش تاعها هنا على مستوى الباخرة. عملية النقل راها كما تشوفوا الأغرولوج هي اللي تشرف على العملية، ومن ثم نروحوا للحجر الصحي. الحجر الصحي تبقى لهذه الحيوانات لمدة 5 أيام، تخضع إلى التفتيش بالطبع التفتيش البيطري. هذه الحصة مشترك فيها زيادة على ولاية شلف، كاين ولاية تيرت، ولاية عين دفلة، وولاية تيسمسيل. عندهم حصص من 2000 إلى 3000 رأس. إن شاء الله تبدأ العملية تاع الخروج هذه من بعد 5 أيام من الحجر الصحي، اللي هي تتزامن في نفس الوقت مع عملية البيع ابتداء من رابع ماي. في إطار اللجنة الولائية الموسعة المتضمنة يعني نقل المواشي من مراكز الحجر الصحي إلى نقاط البيع المعتمدة، تم تسخير 60 شاحنة ذات حمولة 20 طن من أجل نقل المواشي إلى نقاط البيع المعتمدة إن شاء الله. قمنا بالمراقبة الملف الصحي اللي جاء مع الأضاحي. الحمد لله يعني ما لاحظنا أي شيء، يعني أي مرض معدي ولا مرض معدي للإنسان ولا مرض معدي للحيوان. الحيوان في حالة صحية جيدة. الباخرة كانت ملائمة لنقل هذه الحيوانات، مهيئة، كل شروط النقل كانت موجودة في هذه الباخرة. دوك نزيدوا ان شاء الله ننقلهم الى اماكن الحجر الصحي المتواجد في بلديه بوقادير، ونزيد تقوم كاين فرقه بيطريه تقوم بالمراقبه البيطريه لمده 5 ايام، بعدها نوجههم لاماكن البيع.